ليه انا كبنت ابقى دايما برتبط باشخاص ضعاف الشخصيه وانا الطرف الاقوى في العلاقه؟ هفكر معاكي بصوت عالي لان انا معرفش ايه الكيس بالكامل، بس هل برضو الاشخاص دول بيبقوا ضعاف الثقه بالنفس؟ لان كتير بيبقى الراجل اللي شخصيته ضعيفه ما بيبقاش عنده ثقه بنفسه. طب انا ليه ممكن اتراكت حد زي ده؟ ممكن اتراكته لو انا شخص مش واثق قوي من نفسي. فممكن يبقى عندي تخيل ان انا لو حد confident او واثق من نفسه عمره ما هيرتبط بيا، مش هيعجب فيا بكذا وكذا. فانا بختار الشخص الضعيف لان ده سهل ان انا اعمله مانجمنت، لان هو الستاندرز بتاعته بتبقى اقل، ان هو شخص مش شايف نفسه فعمره ما هيسيبني، فانا متاكده ان هو هيفضل جنبي وهيفضل متعلق بيا. وهل انا اسلوبي طف شويه او ما بديش مساحه للي قدامي فالطاقه الذكوريه عندي عاليه؟ فلما الطاقه الذكوريه عندي بتعلى طبيعي بجذب الرجاله اللي الطاقه الذكوريه عندهم ضعيفه عشان انا اليد. لان لو اسلوبي طف شويه او تو اندبندنت او طبيعي الرجاله اللي عندهم شخصيه قويه عمره ما هيقدر يتقبل او يقدر يكمل معايا. فانا دايما من غير ما اعي هجذب الراجل او هدخل في علاقات مع الراجل اللي يتقبل ده، وطبيعي الراجل ده شخصيته ضعيفة. فالسؤال ده وراه قصة كبيرة، فدي الافكار اللي ممكن تيجي في دماغي تكون ليه انا كحد دايما مرتبط باشخاص ضعاف الشخصية.